أيام وصل منسوب مياه هذا الوادي معدلات نقلت معها حقينة سد المسيرة الخضراء المقام على وادي الساقية الحمراء، والذي تصل سعته إلى 110 مليون متر مكعب، من 7 ملايين متر مكعب إلى 203 ملايين متر مكعب في ظرف 18 ساعة، مخلفة بذلك 5 قتلى وعددا من المفقودين، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات، خاصة على مستوى الضيعات الفلاحية بفم الواد. ارتفاع منسوب مياه وادي الساقية الحمراء الاستثنائي وعدم تحمل السد المقام عليه بمحاذاة مدينة العيون لهذه الكمية من المياه أدى أيضا إلى فتح ممرين بفعل قوة المياه التي داهمت السد، مما ساهم في تدفق الماء نحو المجرى العادي لوادي الساقية ومن ثم إلى مصبه بالمحيط الأطلسي. بالإضافة إلى الخسائر البشرية، تضررت الطرق بشكل كبير، ما أسفر عن عزل الأقاليم الواقعة جنوب وادي الساقية الحمراء عن الأقاليم الشمالية برا. توجهت الشاحنات منذ يوم أمس والسيارات الصغيرة مع فجر اليوم إلى الطريق الرابطة بين طنطان والسمارة من أجل العبور بين ضفتي الوادي، في انتظار الانتهاء من أشغال إعادة بناء الطريق الساحلية الرابطة بين العيون والطرفاية، وخاصة الجزء المتضرر بفعل فيضانات وادي الساقية الحمراء، وذلك بعد تراجع منسوب مياه الوادي الذي تسبب في قطع هذه الطريق. وستشمل هذه الأشغال التي تشرف عليها فرق من وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بالتعاون مع عدد من المقاولات، ترميم وإعادة بناء مقطع طرقي على طول حوالي 3 كيلومترات من أجل الإسراع في فتح الطريق في وجه حركة المرور وتسهيل انسياب المركبات بجميع أحجامها. وموازاة مع هذه الإجراءات، تعمل فرق الإنقاذ والتدخل من أجل تسهيل مرور المواطنين بين ضفتي الوادي عبر عبارات تابعة للقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية. وبحسب مدير التجهيزات المائية بالوزارة المكلفة بالماء، أكد أنه سيتم في إطار تدخل أطر الوزارة ووكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب إجراء تشخيص ميداني عام بعد انخفاض صبيب وادي الساقية إلى الحد الأدنى، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص إعادة بناء سد المسيرة الذي انهار جزء منه جراء الحمولة الكبيرة لوادي الساقية الحمراء، والتي تجاوزت حوالي 4 أضعاف سعة السد. كما سيتم بحسب نفس المسؤول بحث إمكانية بناء سدود أخرى على وادي الساقية الحمراء من أجل تفادي مثل هذه الفيضانات، مبرزا أن مديرية التجهيزات المائية ووكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب ستعملان بطلب من السلطات المحلية على إنجاز دراسة مفصلة ودقيقة لحماية البنيات التحتية المحاذية لوادي الساقية الحمراء من الفيضانات على طول ضفاف الوادي وإلى مصبه بالمحيط الأطلسي.